اول ملعب ضخم في تاريخ البشريه بمساحه ملاعبين كره قدم تقريبا، وارتفاعه قد تمثال الحريه تقريبا. المبنى اللي هنتكلم عنه ده هو المسرح الروماني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد. هنتكلم في فيديو النهارده عن واحد من اعظم الانجازات المعماريه للامبراطوريه الرومانيه، وهو المسرح الروماني. هنتكلم عن المسرح الروماني بس مش من ناحيه التقسيم والشكل والجمال، ولكن من ناحيه فلسفه وجود المبنى ده اصلا. لان الملعب ده ما كانش مجرد مكان رياضي، ولكنه كان اداه تحكم نفسيه، اداه تحكم نفسيه بتستخدمها الامبراطوريه الرومانيه في السيطره على كل الناس اللي موجودين في الملعب، اللي عددهم كان ممكن يوصل ل 50,000. الملعب ده كان بيخرج من ارضه حيوانات مفترسه ومحاربين، حتى في بعض الاحيان كان بيتحول لبحيره صغيره كده بيحصل فيها معركه بحريه. في كتاب اسمه كونفيشن، يعني اعترافات، لقديس كان عايش ايامها اسمه اوجستين، بيتكلم في اجزاء منه عن شخص عمره في حياته ما راح المسرح الروماني ده، وكان رافض الفكره دي نهائي، بس مع محاولات ضغط من اصحابه قرر ان هو يعمل تجربه ويروح المسرح ده. المهم لما راح المسرح الروماني وقعد وسط الجماهير، بيتكلم ان الجو كان كله هتافات والادرينالين كان تقريبا في السماء. يعني فجاه الشخص الهادي اللي كان رافض يروح المسرح الروماني ده بقى شخص عدواني، وبقى شخص بيهتف مع الناس دي كلها، وبدا ان هو يصرخ مع الناس دي في مشهد تحول فيه يعني اراقه الدماء دي لحاجه مثيره وحاجه جميله جدا بالنسبه للمشجعين، وبتصرف انتباههم عن كل مشاكل حياتهم وكل المشاكل اللي هم بيقابلوها ماديا ومعنويا ومع اسرهم. وهي دي النقطه اللي بتبدا منها فلسفه المسرح الروماني. المسرح ده حل واحدة من أكبر المشاكل السياسية اللي ممكن تكون قابلتها الإمبراطورية الرومانية على مدار تاريخها. المشكلة دي هو إن أنت إزاي تتحكم في مليون شخص كلهم جعانين وغضبانين وعاطلين عن العمل، وتسيطر على المجموعة دي كلها بحيث إن مفيش أي حد فيهم يعمل أي مشكلة تضر بالإمبراطورية الرومانية. في الوقت ده الإمبراطورية الرومانية كان فيها حوالي من 25 ل 40% من السكان الذكور عاطلين عن العمل وما عندهمش وظيفة ثابتة وعايشين على قصائم الطعام. هنرجع شوية ورا من 2000 سنة لما الرومان قرروا ان هم يعملوا مبنى هندسي معماري يعبر عن تراثهم وعن هويتهم، ولازم المبنى ده فكرته دايما تكون موجودة وبيعبر عنهم، وهو الحاجة الوحيدة اللي دايما الناس تفضل فاكراهم فيها. اي حد بيجي في دماغه الامبراطورية الرومانية غالبا بيجي في دماغه المباني اللي هي الشاهقة دي والعالية والمسرح الروماني والحاجات دي. عشان نفهم كويس ليه روما فضلت مستمرة في الحكم بتاعها ده سنين كتير جدا، بل قرون كمان، بس ليه انهارت فجأة في النهاية. لازم نفهم ساعتها أكبر آلة تحكم في العقول هم عملوها وهم بنوها. لازم نفهم الآلة اللي هي يعتبر أكبر آلة بروباجندا اخترعها الرومان. المسرح الروماني تم بناؤه خلال عقد من الزمن، والتمويل بالكامل كان من الحرب اللي الامبراطوريه الرومانيه لسه كسباها. الغريب في الموضوع بقى ان اللي بنى المبنى ده اصلا هم اسرى الحروب اللي كسبوها، يعني هم حولوا اعدائهم دول لقوه عامله تبني المباني بتاعتهم اللي تعبر عنهم. وبلغه تانية برضو دي كانت رساله تحذير لكل اعدائهم ان انت لو قاومت روما هيوصل بيك الحال ان انت بتساعد في بناء روما تاني، يعني هينتهي بيك الموضوع ان انت تبقى عامل بالسخره. فدي كان من اكتر الحاجات اللي بتشكل هيبه الامبراطوريه الرومانيه. الكلام ده كان في عهد الامبراطور فاسبيسيان. لما جه ابنه تيتوس، طبعا ما حدش يسالني الاسماء دي منطوقه 100% صح ولا غلط، المهم لما جه ابنه ده افتتح المبنى الروماني ده، وفضلت الاحتفالات مستمره تقريبا 100 يوم، وحوش ومعارك بحريه وناس عماله بتقاتل لحد ما تموت، دخول مجاني لكل مواطن روماني. نتيجه الموضوع ده الفكره اتباعت للناس واعاد هيبه الامبراطوريه الرومانيه من تاني. فانت بقى معاك تحفه معماريه، اكبر آلة بروباجندا بنتها روما. خلينا نرجع بالزمن ورا شويه. تخيل نفسك رجل روماني في القرن الاول، لا انت عضو مجلس شيوخ ولا انت تاجر ولا انت جندي راجع من حمله عسكريه، مجرد مواطن عادي، شخص عادي جدا. العوامل اللي احنا قلناها دي غالبا هتخليك شخص فقير وعاطل وعايش في بيت ضيق. ممكن في اي لحظه البيت ده يتحرق لاي سبب من الاسباب. هيبدا يومك عادي جدا قبل طلوع الشمس، لان البيت درجه حرارته بتعلى جدا بعد طلوع الشمس، لان الجدران بتاعته رفيعه. اغلب الايام هتكون يا اما انت بتنقل حجاره او بتكنس الشوارع او حتى بتنظف مراحيض، او كل ده مش متوفر وبتدور على شغل. حصتك من الحبوب اللي انت بتاخدها خلصت وهتضطر ان انت تستنى الاسبوع الجاي. مع كل العوامل دي بس النهارده يوم مختلف. النهارده المباريات بدات في المسرح الروماني. هتروح النهارده واحد من اجمل المباني اللي ممكن تشوفها في حياتك. بطريقك للمبنى ده من بيتك كل ما بتقرب كل ما الاعداد بتزيد اكتر. المسرح الروماني بيشكل مركز المدينه، فالمدينه كلها بتروح المبنى ده. كل ما بتقرب من المبنى اكتر كل ما بتشوف مباني معماريه جميله اكتر. بتفضل تزيد الاعداد دي لحد ما توصل للمبنى اللي انت رايحه، وهو الكولسيوم اللي هو المسرح الروماني. بتفضل تطلع شويه منحدرات وسلالم لحد ما توصل للليفل بتاعك.
كان عندهم جمهور في اي بي وجمهور درجه ثالثه والحاجات دي كلها. وبما انك مواطن عادي في روما هتلاقي نفسك في الليفل بتاعك واقف زي كل الناس، محدش قاعد مكانه، لان المكان اللي انت فيه ده مصمم اساسا ان انت تقف، مش زي المستوى اللي اقل منك واقرب للملعب واللي هو مخصص للتجار والطبقه المرفهه. فانت كشخص روماني عادي في الدرجه المتوسطه بتبص للناس اللي قاعده تحت دي بنظره احتقار ونظره غضب تجاههم، وفي نفس الوقت مبسوط ان انت مش في الدرجه اللي اعلى منك اللي هم الناس اللي اقل منك اللي هم عباره عن العبيد والستات. وانت واقف في مكانك كده هتلاقي قصادك بالظبط الكرسي بتاع الامبراطور اللي بيطلع فجاه ويقعد على الكرسي بتاعه ويشاور بايده عشان تبتدي المباراه. حضرت الماتشات دي وانتهى يومك وحصلت على جرعه الادرينالين اللي انت نفسك فيها وخلاص حصل لك اسكابيزم كده، خلاص اخر اليوم هتعمل ايه؟ هتروح بيتك، هتطلع من نفس الممرات الحجريه اللي انت دخلت منها المبنى، هتطلع من المبنى ده شخص سعيد ومبسوط عكس بالظبط الشخص اللي دخل اول اليوم. هتحس ان انت مبسوط ومحظوظ ان انت شخص روماني ناسي كل همومك ومشاكلك ومستني يوم جديد. القصه اللي احنا بنحكيها دي هي دي بالظبط الغرض من انشاء المسرح الروماني، وهو ان انت تفصل عن الواقع وتركز بس في مبارياتك، ما تركزش في اي حاجه تانية من مشاكل حياتك. العمليه دي ممكن نسميها باسمها الصحيح وهي عمليه تلقين. التلقين ده بدأ قبل بناء المسرح الروماني بفترة كبيرة جدا. المسرح نفسه مبني في وسط المدينة، بحيث كل الطرق اللي موجودة في المدينة اللي بتمر بالأحياء الفقيرة والأحياء الغنية والقصور، كل الطرق دي بتودي لمركز المدينة اللي هو المسرح الروماني. كل الناس بتمر بالمسرح الروماني كنقطة مركزية للمدينة ونقطة بتعبر عن قوة روما. كل بقى متجه للمبنى وداخل من خلال ال 80 مدخل الخاصين بالمسرح، يعني كحركة ديمقراطية كده فيها مساواة ما بين الكل، ده وهم داخلين. لكن هم مجرد دخولهم من المبنى بيبدأ التسلسل، كل واحد بيروح على الفئة الخاصة بيه وعلى الجزء الخاص بيه في مصر. في 2 من اصل 4 مداخل مخصصين للامبراطور والنخبة، والاثنين التانيين مخصصين للطبقات المتميزة. يعني حتى واجهة المبنى بتاع المسرح الروماني بتعبر عن التسلسل ده والنظام الهرمي اللي موجود. الواجهة دي اللي هي متكونة من 3 طبقات او 3 ليفلات اللي هي ال3 رتب اليونانية، يعني كل رتبة فيهم بتعبر عن فكرة مختلفة من الجمال والتفاصيل المعمارية. دوريك اللي هو القوي والمنضبط، ايونيك الرشاقة والتوازن، كورنثيان وهو بيعبر عن الزخرفة والجمال وهو اكتر واحد فيهم فيه تفاصيل. كل نوع مبنى في الحضارة الرومانية بيبقى ليه شخصيته المختلفة وهويته المختلفة. يعني ممكن نقول مفردات خاصة بيه هو، يعني مثلا مبنى اثينا اللي هو فيه الاعمدة الايونية، مبنى زوس هتلاقي فيه الاعمدة الكورنثية عشان تاكد الهيبه والعظمه للمكان. كل مبنى من المباني دي كان بيبقى ليه نوع خاص من الاعمده خاصه بيه هو بس بدون وجود الاعمده الثانيه. لما جم بقى المسرح الروماني اللي عملوه ان هم رصوا الاعمده دي فوق بعض في شكل ممكن نقول ان هو فيه تسلسل هرمي بيدي للاخر فكره الهرميه للمكان. فالاول اللي هو بيعبر عن قوه ومتانه، الثاني الاكثر اناقه، الثالث غني ومزخرف، وده بيدي استعاره معماريه للنظام الهرمي اللي موجود في الحضاره الرومانيه. قوه في الاول، الاداره في الثاني، اما السلطه موجوده في القمه. الحضارات الباقيه غير الحضاره الرومانيه كان عندهم الفكره دي برضه، ولكن الغريب في روما او المميز فيهم ان هم كانوا بيتباهوا بالفكره دي. يعني كان عندهم حتى قوانين غريبه جدا اللي هو مين حقه ان هو يتجوز ومين حقه ان هو ما يتجوزش، ومين ليه الحق ان هو يقعد في كل مكان، ومين ليه الحق ان هو يلبس اللون الاوروجواني اللي هو البربل تقريبا. انا مش فاهم بصراحه الفكره في الموضوع ده، بس هم كان عندهم قوانين غريبه كده طبقيه بتعبر عنهم يعني. فالتسلسل الهرمي اللي كان موجود عندهم ده دي كان من الحاجات اللي هم بيفتخروا بيها عشان بتعبر بالنسبه لهم، يعني بتعبر عن عظمه روما. يعني في حين انت كشخص سواء في المدرجات المتوسطه او في الاعلى او حتى في الطبقه المرفهه، فانت بوجودك ده اصلا انت بتاكد قوه الامبراطوريه الرومانيه. فكره المسرح الروماني ده اللي بتخليك ان انت تنسى مشاكلك وكل همومك في اسباب كتير برضو متعلقه بشكل المبنى اللي انت عايش فيه. يعني انت لو خدت طياره وبصيت على المبنى من فوق كده هتلاقيه مش عباره عن دايره عشان يعبر مثلا عن المثاليه وعن التوازن، فهتلاقيه عباره عن شكل بيضاوي مش دايره. ممكن نقول مثلا السبب ان هو مش بيضاوي ان هو عشان يخدم فكره الدراما الانسانيه، حاجه يعني بعيده مثلا عن المثاليه وعن التوازن. لكن السبب اللي ممكن يكون واقعي اكتر هو ان الشكل البيضاوي ده حاجه ما اتعملتش عبثا كده، لا الشكل البيضاوي ده هو عباره عن شكل ليه مركزين عكس الدايره اللي ليها مركز واحد بس. وده برضو بيخدم سرديه وجود الصراع داخل الملعب اللي هو بتاع المسرح ده، ان في شخصين بيدخلوا بيتحاربوا او وحش وشخص بيدخلوا يقعدوا يتنافسوا لحد ما حد فيهم يخلص على الثاني. فوجود نقطتين مركز نتيجه ان المبنى شكله بيضاوي ده بيخدم فكره الصراع اكتر اللي موجوده جوه الملعب، وده نتيجته ان انت خلقت بيئه متهندسه ومتحكم فيها. يعني لدرجه ان هم عملوا زي مظلات او شمسيات كده فوق الجماهير عشان وانت
وانت واقف بتشجع انت كل تركيزك يبقى عباره عن ان انت بتركز في النقطتين دول اللي هم الصراع اللي موجود جوه المبنى وناسي كل حاجه حواليك، فانت حتى ما تحسش بالحراره بتاعت الشمس. لكن من اقوى الحاجات اللي اتعملت في المبنى ده هو المساحه الموجوده تحت الملعب. المساحه دي اتعملت تقريبا بعد 10 سنين من افتتاح المبنى، بالاضافه ان هي كمان متصله بالمباني اللي حواليها من خلال ممرات تحت الارض، فالمصارعين والوحوش والناس اللي بتطلع من ارضيه الملعب دي بيوصلوا الملعب من غير ما حد يشوفهم اصلا من العامه اللي بره. المساحه اللي تحت الارض دي موجود فيها تقريبا 80 رافعه كلهم بالبكرات بيطلعوا المصارعين لارضيه الملعب، فالناس دي كلها بتكون موجوده تحت الارض، والبكرات دي بترفع الحيوانات او المصارعين لارضيه الملعب، ومجرد وصوله لسطح الملعب بيتفتح باب ويطلع من خلاله المصارع او الوحش اللي هيدخل الملعب ده ويحصل بقى الصراع. فكل تفصيله هندسيه موجوده في المبنى، وكل جزء بيخدم فكره واحده بس، وهي فكره ان الموضوع يبان مبهر جدا وساحر، وان يخدم الفكره الاسطوريه للمكان ده، كانك عايش جوه حاجه اسطوريه مش حاجه واقعيه. لو انت سالت اي حد مثلا عن الامبراطوريه الرومانيه ايه الحاجات اللي انت بتفتكرها؟ مثلا جلاديتور 1، جلاديتور 2، الحروب بتاعتهم، المباني الجميله بتاعتهم اللي فيها تفاصيل وعاليه جدا دي، فده اللي كلنا تقريبا بنفتكر بيه روما. لكن في الحقيقه الفكره اللي احنا دايما بتيجي في بالنا دي هم حاجه اصلا كانوا عايزين الناس كلها تفتكرهم بيها. يعني كلنا بنفكر في الغزو والاساطير والمباني، لكن في الحقيقه ان شعب روما ده كان شعب فقير جدا، واغلبهم كانوا عاطلين عن العمل اساسا. روما دي نفسها كانت مدينه مكتظه بالسكان، وكل سكانها من عامه الشعب كانوا عايشين في اماكن ضيقه جدا، وكانوا معتمدين بشكل اساسي في الغذاء على الاماكن اللي بيتم غزوها، فشحنات الغذاء دي كانت هي مصدر رزقهم. طب يا عم خلاص، مش هو كده كده المهم بيجي وخلاص، تمام لحد هنا تمام، يعني طول ما البلاد اللي بيتم غزوها دي بيبعتوا شحنات يبقى احنا كده الحمد لله 100 فل و10. بس الواقع بقى ان الشحنات دي كان ممكن تتاخر لاي سبب من الاسباب، يعني عواصف، قراصنه، اسباب كتير، ومجرد ما ده كان بيحصل كان على طول بيحصل اعمال شغب وفوضى في البلد كلها، بل في بعض الاحيان ان الامبراطور نفسه بيوصل ان هو ممكن يتشنق بسبب الموضوع اللي حصل ده، ان مصدر الغذاء في البلد اتمنع، فبيحصل حاله كبيره جدا من الفوضى. فالسلطه الرومانيه ادركت ده جدا من الاول، وهو ان الخطر على روما مش الناس اللي عايزه تغزو روما، لا هم السكان الجعانين المتذمرين دول. فالمصلحه الروماني نفسه كان من ضمن الاستراتيجيات اللي بتعملها السلطه في روما عشان تسيطر على الشعب ده، وهي اطعام السكان وترفيههم عشان يحافظوا على هدوء الشارع. فالنظام المحكم ده كان هو نفسه السبب في الانهيار في الاخر للامبراطوريه الرومانيه. خريطة روما الكبيرة قوي دي وسيطرتها على البلاد الكتير جدا دي خلتهم ان هم يبنوا طرق بتودي كلها لروما، فهم عملوا شبكة طرق تربط كل البلاد دي وكل المناطق دي ببعضها وتربطهم كلهم بروما. الشبكة دي كان الاستخدام الاساسي ليها ان هي بتنقل الموارد كلها لروما، فجملة كل الطرق تؤدي الى روما ما كانش حاجة مجازية كده وخلاص، لكن ده في الحقيقة كان نموذج لوجستي اصلا. النموذج ده كان ناجح جدا، ولكن مشكلته الوحيدة هو سبب واحد بس، السبب ده هو ان الامدادات اللي بتيجي من بره روما تبطل ان هي تيجي. هو قايم بالاساس على غنائم الحرب اللي بتيجي من الغزو، يعني ده ممكن نقول ان هو ده نظام الايرادات الخاص بيهم، يعني ما كانش عندهم بقى ضرايب، والضرايب دي هي اللي بتمول خدمات الدوله والجو ده، لا ما كانش في اي حاجه من دي، كان اعتمادهم الاساسي على الغنائم. فمع مرور الوقت في اي امبراطوريه اكيد الغزو ده بيقف، فلما وقف وقفت الايرادات، وهنا حصل الانهيار. اللي في الموضوع ده بقى ان كان كل ما الانهيار بيزيد كل ما الانشطه اللي بتحصل في المسرح الروماني كانت بتزيد، لحد ما جه امبراطور كان اسمه ماركوس اوريليوس. الامبراطور ده بقى كان بيكره حوار المسرح الروماني ده اساسا، وكان بيقول ان الفكره بتاع المسرح الروماني دي هي عباره عن حاجه يعني دمويه وبربريه جدا، وكان رايه ان المصارعه اللي بتحصل دي هي اداه الهاء عن الانهيار اللي بيحصل في الامبراطوريه. ونتيجه ده لما تولى الحكم قلل الانفاق على حوار المباريات ده شويه، وحول الانفاق ده لحل المشاكل اللي بتحصل في الامبراطوريه. رد فعل الناس على اللي هو عمله ده بقى ان الناس كرهوه جدا، واتهموه ان هو شخص بخيل، وان هو شخص مش روماني اساسا، وان هو فاشل في اسعاد شعبه، وانه شخص فيلسوف، انه ما يستحقش ان هو يكون حاكم روما. عدى الامبراطور ده فتره حكمه وجه بعديه ابنه، قام جاي على طول عادل وش العربيه، لانه كان عكس ابوه تماما. فرد فعل الناس عليه ان الناس حبيته جدا وحست ان هو حاكم روماني يعني ما فيش زي اتنين، لان النظام الروماني ده لا يمكن كسره في وجود المسرح الروماني. في العصر الحديث اللي احنا فيه ده برضو عندنا يعني نماذج من المسرح الروماني بس باشكال مختلفه، هي مخفيه اكيد مش زي ايامهم، يعني ما فيش اتنين بيموتوا في بعض، لكن الفكره ان هي بتأدي في الاخر لنفس الغرض. في نهايه الفيديو ده لو انت يعني لسه بتسمع فانا شاكر ليك جدا يعني، وحابب اعرف رايك في الكومنتات، انتوا ازاي بتفتكروا الحضاره الرومانيه، وايه هي الحاجه اللي معلمه معاكم في الفكره بتاعت روما دي. شكرا جزيلا لحضراتكم ونراكم قريبا ان شاء الله.